اهلا بيكم اعزائي المشاهدين متابعين لقناتنا قناه فور يو من اجلك وفيديو جديد معانا في مجال الموسيقى. طبعا بقالنا فتره مش بنقدم فيديوهات في مجال الموسيقى. هنرجع تاني نكمل في كورس الموسيقى اللي احنا بنكمله، بس الفيديوهات اللي فاتت كانت كلها شرح لاورجل اندرويد، اورجل موبايل. طبعا شروحاته لسه ما خلصتش، لسه ليه شروحات جايه كتير، بس انا قلت لازم نقدم شرح تاني لاساسيات الموسيقى، اساسيات العزف. في العزف على أي آلة، في الآلات الحقيقية، في أورجل أفراح، أورجل حفلات، الأورجل الكبير. دي أساسيات موسيقى لازم هتستخدمها في أي آلة موسيقية وتقدر تشتغل بيها وتعزف على أي آلة. مش شرط على أورجل موبايل. أورجل موبايل ده حاجة من الحاجات، ممكن تكون قدام أورج كبير، أورجل حفلات، فيبقى معاك أساسيات العزف اللي هي الأصوات والمقامات والحاجات دي كلها هناخدها في سلسلة الفيديوهات اللي جاية، فيديو ورا فيديو، وهنتعلمها وطرق العزف باحتراف والتعود على الآلات في العزف. الكلام ده كله هناخده مع بعض في الفيديوهات اللي جاية، بس أنا قلت نقدم كورس تاني لشرح الموسيقى في أساسيات الموسيقى يكون ماشي مع كورس شرح أورجل موبايل، يبقى الاتنين ماشيين مع بعض، عشان لو في حد عنده أورج حقيقي، أورج حفلات، يقدر يتعلم عليه هو كمان ويقدر يعزف عليه. فالنهارده أول فيديو هقدمه لكم في أساسيات عزف الموسيقى، عشان نكون عارفين أساسيات عزف الموسيقى. الموسيقى دي لغة زي أي لغة إحنا بنستخدمها. يعني لنفترض إن إحنا هنتكلم اللغة العربية أو اللغة الإنجليزية، فلازم نتعلم أساسيات اللغة العربية مثلا اللي هي الحروف. عمرك ما هتتكلم لغة من غير ما تتعلم الحروف بتاعتها، أ ب ت س. لو هتتكلم اللغة الإنجليزية لازم هي كمان تاخد أساسيات اللغة بتاعتها اللي هي الحروف A B C اللي أنت هتتكلم بيها. لما تتعلمها تقدر بعد كده تتعلم الكلمات وتقدر تتكلم اللغة دي. زي ما احنا عارفين أي لغة حروفها ليها أسامي، ليها مسميات. زي ما في هتتكلم اللغة العربية لازم تعرف اسم الحرف ألف، اسم الحرف ب، اسم الحرف ت. الإنجليزية اسم الحرف E B C D، لازم تتعلمه عشان بعد ما تتعلم الأساسيات اللي هي الحروف والقواعد بتاعة اللغة دي تقدر تتكلمها بطلاقة وباحتراف. برضو الموسيقى نفس النظام، ليها قواعد وليها أسماء مفاتيح. بدل الحروف في الموسيقى مفاتيح دي بيبقى مفتاح عزف الأورج اللي هي زراير الأورج. بالنسبة للآلات الوترية زي آلة الجيتار، زي آلة العود، زي آلة الكمان، زي آلة القانون، بيبقى المفتاح بتاعها الأوتار، دي ما فيهاش زراير لأن دي مش آلات إلكترونية. بالنسبة لآلات النفخ زي الساكسفون، زي الناي، زي الفلوت. الفلوت بيبقى ليه زراير بتبقى قافلة على فتحات أو خروم، دي اللي بتطلع الهواء بيطلع منه الصوت. في الناي اللي هي الآلات القصب، الناي الآلات اللي معمولة من البوص، بتلاقي في الخروم دي أنت بتقفل عليها بصوابعك. فبرضه كل خرم من دول ليه اسم، زي ما كل زرار في مفتاح الأورج ليه اسم، كل وتر في الآلات الوترية زي آلة العود ليه اسم. برضه الخروم دي ليها أسامي اللي بقدر أطلع منها الأصوات بتاعتي اللي أنا بتعلمها. الأسامي كلها واحد. يعني وانت بتعزف مثلا ناي لازم تلاقي حاجة بتطلع بيها صوت الدو، وانت بتعزف أورج لازم تلاقي صوت مفتاح يطلع لك صوت الدو، وانت بتعزف قانون أو بتعزف جيتار لازم تلاقي وتر يطلع لك صوت الدو. يعني مع اختلاف اللغات ومع اختلاف الجنسيات، لكن لغة الموسيقى واحدة. السلم الموسيقي في كل العالم واحد. انت ممكن تتكلم انجليزي بحروف مختلفة جدا عن حروف العربي او الفرنساوي او الانجليزي او الصيني، تلاقي الحروف مختلفة تماما. لكن في الانجليزية الحروف واحدة، الاسامي واحدة، مع اختلاف اللغات ما بين البشر، بس السلم الموسيقي يا جماعة في العالم كله واحد، لأن لغة الموسيقى واحدة، قواعد الموسيقى واحدة في العالم كله، مع اختلاف الآلات والجنسيات والثقافات.
يبقى احنا بنتكلم عن لغة واحدة هنتعلمها مع بعض دلوقتي. أول حاجة لازم نتعلمها في الموسيقى، لازم نتعلم السلم الموسيقي. السلم الموسيقي له أسماء مربوط بالأصوات اللي بيطلع منها الآلات. الصوت ده له صوت، له اسم في السلم الموسيقي. بنتعلمه، بنتعلم قواعده، وبنتعلم كل حاجة فيه، عشان دي الأساسيات اللي هنشتغل عليها في أي آلة. هتعزف آلات نفخ، هتعزف آلات وتر، هتعزف آلات إلكترونية متوصلة بالكهرباء زي الأورج أو الجيتار اللي متوصل بالكهرباء، برضه هتعزف، هتطلع نفس أسماء الأصوات، هي موجودة في كله. يبقى نبتدي مع بعض. هنتعلم مثلا على أورج الموبايل أصوات مفاتيح السلم الموسيقي، أو أسماء السلم الموسيقي إيه اللي احنا هنتعلمه دلوقتي. هنبتدي مع بعض. أنا فاتح الأورج على الموبايل معانا، موصل الصوت، يتهيأ الصوت واصل، سامعينه تمام. دلوقتي أنا بصور لكم من الأورج قدامكم وأنا شغال عليه. أنا دلوقتي الأورج عندي الأسامي مش ظاهرة عليه. المبتدئين اللي لسه بادئين لازم يظهروا أسماء الأسامي عشان بيتلخبطوا فيها الأول على ما صوابعهم تاخد على أماكنها ويتعودوا عليها. بعد كده مش هيحتاجوا للكلام ده. بنظهرها إزاي؟ بنضغط على سيتنج، نضغط على لوحة المفاتيح، نضغط على عرض توضيحي للمفاتيح. هو هنا معمول اوف، وفي سي دي، نجرب سي دي مثلا. هنا زي ما انتم شايفين اللي بيعزف على الآلات ممكن يكتب أسماء المفاتيح بالطريقتين دول، إما سي دي اي اف، أو بالطريقة التانية اللي كلنا عارفينها، الطريقة القديمة خالص بتاعة الناس القدام اللي بيعزفوا من زمان موسيقى، بتاعة دو ري مي فا صول لا سي. دي كل الناس عارفينها، أنا بفضلها زي ما بيقولوا على قديمه، زي ما بيقولوا دو ري مي فا صول لا سي. في ناس بيكتبوا أسماء الزراير 1 2 3 1 2 3، وفي ناس بيعملوا دو ري مي، وفي اللي بيخلوها سي دي. تمام، بس احنا خلينا على الأساسيات بتاعت زمان اللي الكل عارفها، اللي هي دو ري مي. تمام، نشوف مع بعض بقى. احنا عندنا يا جماعة الأورج، بالنسبة للأورج بيبقى أوكتافات. يعني ايه أوكتاف؟ يعني كل ما اطلع من أوكتاف اخش في اللي بعديه الاقي الصوت يتغير شوية، يبقى أضخم شوية. يعني ببتدي بالرفيع أو ببتدي بالتخين ويروح للرفيع أو العكس، ما بتفرقش معايا. المهم ان بداية السلم الموسيقي أول مفتاح مفتاح الدو. ده الدو، ري، مي، فا، صو، لا، سي. ونبدأ تاني من الدو. لو الأورج بتاعي 5 أوكتاف هلاقي دو ري مي فا صو لا سي، والأوكتاف اللي بعديه دو ري مي فا صو لا سي، واللي بعديه دو ري، لحد ما أخلص الخامس. ده أوكتاف أهو، بصوا أدي الدو اللي بعديه صوته اتغير شوية، مي فا صو لا سي. يبقى ده السلم الموسيقي زي ما انتم سمعتوه دلوقتي. الفيديو الجاي ان شاء الله هنتكلم بقى في المفاتيح السوداء والمفاتيح البيضاء. انا في الفيديو بتاع النهارده بشرح لكم بس اسماء مفاتيح السلم الموسيقي اللي هو دو ري مي فا صو لا سي. المفروض تتعود عليها وتحفظها. خدها من اليمين للشمال ومن الشمال لليمين عشان هتتعود، عشان انت محتاج تدريب عليها بعد كده. رايح جاي زي ما بيقولوا، طالع السلم نازل السلم. يعني خد لك النهارده تدريب كده: دو ري مي فا صو لا سي، سي لا صول فا مي ري دو. دو ري مي فا صو لا سي، سي لا صول فا مي ري دو. دو ري مي فا صول لا سي، سي لا صول فا مي ري دو. هنحتاجها دلوقتي، هنحتاجها بعد كده قصدي في تدريب الأصابع، رايح جاي طالع نازل السلم الموسيقي، ونتعود عليها كلنا. كده الفيديو بتاعنا خلص، يا رب تكونوا استفدتوا منه.
في انتظار دعمكم لينا يا جماعه. اشتركوا في القناه، فعلوا جرس الاشعارات، تكتبوا لنا تعليق، اعملوا لنا لايك على الفيديو عشان يوصل اكتر عدد من المشاهدين، واكتبوا لنا في التعليقات عاوزين ايه في الفيديوهات اللي جايه. وانا كورس الموسيقى هاخده كده فيديو ورا فيديو شرح كامل عشان نتعلم كل حاجه في الموسيقى ان شاء الله. يا رب تكونوا استفدتم، وفي انتظار دعمكم لينا.